يقول مالك رحمه الله: الضحية ليست واجبة. تقدم لنا الخلاف في ذلك. من كان ذا سعة او وجد قدرة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والحديث الثاني: اذا دخل عشر ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره. قال هنا اذا دخل ذو الحجة فلا تأخذوا لانكم ستضحون، ولا قال واراد؟ قال واراد. والارادة متروكة لاختيار الشخص. اذا الوجوب لا يكون لاختيار الشخص ما دام هو مخير. ان اراد ضحى، يبقى بالعكس ان اراد لن يضحي. وعلى هذا مذهب الجمهور ما عدا ابن حزم وبعض الهدوية كما يقولون عنهم، يقول هي واجبة على كل مقتدر. اذا حكم الضحية كما يقول مالك ليست واجبة. ولكن هل عدم الوجوب يجعلنا نتركها؟ قال لا، بعد الوجوب درجة وهي الاستحباب. فلا ينبغي لإنسان قادر على قيمتها وواجد إياها أن يتركها ويحرم نفسه الفضل. وقد جاء في فضلها أنه إذا كان يوم القيامة جيء بإضحيتك بشعرها وصوفها ولحمها وعظمها وأضلافها في حسناتك، يبقى أنت لك يوم لا ينفع مال ولا بنون، ما معك ولا فلوسك حسبها لغيرك هنا. وسبحان الله حتاكل يا أخي، تاكل توسع على عيالك، تشوي وتسلق وتعمل وتحمر وتفق. يعني ليش ما تضيع نفسك ليه؟ هذه من شكر النعمة عليك أنك تفعل وتضحي بقدر المستطاع.